بصراحة وبغض النظر عن مميزات وعيوب الموبايل، شركة ريلمي بقت أستاذة في إبهار المستهلك بتصميمات موبايلاتها، من أول سلسلة ريلمي 10 مرورا بريلمي 11 ودلوقتي بنشوف ريلمي 12 برو بلس. أشيك موبايل نزلته ريلمي في الفئة المتوسطة لحد دلوقتي، سعره في الإمارات وقت نزول الفيديو حوالي $400 للنسخة اللي معانا 12512. النسخة البرو سعرها أقل شوية حوالي $325 للنسخة 8256. الاتنين بيجوا بنفس التصميم بالظبط مع اختلاف بسيط في المواصفات هنوضحه مع بعض واحنا بنتكلم. احنا جربنا النسخة البرو بلس وفي الفيديو ده هنقسم المراجعة كالتالي. هقولك في البداية على المزايا القوية واكتر 5 حاجات هيعجبوك في الموبايل، وبعدين هقولك تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والصوت وتجربة المكالمات وغيرهم، وفي الاخر هقولك على 5 عيوب او 5 حاجات ممكن ما تعجبكش في ريلمي 12 برو بلس. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل أو هتشتري أي حاجة من موقع نون استخدم أكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم إضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب NN60 أو NN61، ولو بتشتري من نون السعودية أو الإمارات اكتب RAA5 أو RAA6. هنبدأ زي ما قلنا بالمزايا القوية، وطبعا لازم نبدأ بأول حاجة هتبهرك في الموبايل وهي التصميم بتاعه. مش هنتكلم كتير عن الواجهة الأمامية لأن ما فيهاش جديد، واجهة ممتازة نفس تصميم ريلمي 10 و11 برو بلس، شاشة كبيرة وكيرفد أو منحنية الأطراف بحواف قليلة من كل الجهات ونوتش بانش هول في المنتصف بحجم متوسط. الكلام أكتر هيكون عن ظهر الموبايل واللي بيجي بتصميم من الجلد الصناعي وملمسه أحلى من النسخة اللي قبله 11 برو بلس، مع وجود خط بطول الظهر وباللون الذهبي معمول كأنه سوستة، لكن المرة دي السوستة مش متخيطة زي ما كانت في ال11، وده خلى شكلها أحلى وماشية أكتر مع فريم الكاميرات اللي ريلمي استعانت بأشهر شركة ساعات علشان تعمله، رولكس. 4 كاميرات جوه فريم دائري من الزجاج مع نفس لمعة وانعكاسات الضوء بتاعت الساعات الرولكس، مع وجود إطار ذهبي حوالين الفريم بنفس لون السوستة اللي في الظهر. حاجة فخمة جدا وفي منتهى الشياكة، بالذات اللون الأزرق اللي معانا. التصميم هيكون سبب رئيسي لو الموبايل حقق مبيعات كبيرة. الفريم الخارجي للموبايل برضه باللون الذهبي، ورغم ان سمك الموبايل معقول 8.8 مللي، ولكن وانت ماسكه في ايدك هتحس انه اقل من كده. وزن الموبايل اقل من 200 جرام. تصميم ريلمي 12 برو بلس ينافس موبايلات رائدة او فلاج شيب. أما تاني ميزة قوية واللي بتسوق لها ريلمي مع التصميم الفاخر هي الكاميرات الجامدة وإمكانيات التصوير في الموبايل. عندك 3 كاميرات خلفية بيدوك كل الإمكانيات لأي صورة عايز تاخدها. كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل، طبعا تفاصيلها كتير ومعالجة ألوانها حلوة ومشبعة وتعاملها مع الإضاءات العالية المباشرة كويس جدا، وكمان الكاميرا فيها تثبيت بصري. ولكن برضو ده مش جديد، الجديد بقى هي الكاميرا التانية، كاميرا بيريسكوب أو تيليفوتو بدقة 64 ميجا بكسل. باختصار الكاميرا دي بتعمل حاجتين، اولا بتعمل زوم بصري للصورة 3 مرات او 3x، زوم بصري يعني بدون ما تفقد اي تفاصيل وبنفس الميجا بكسل. الحاجة التانية انها بتعمل زوم رقمي لحد 120x، وده رقم بينافس اغلى موبايل عند سامسونج S24 الترا. في الصورة دي مثلا قدرنا نقرب لحد 120x ونصور كلمة مكتوبة بخط صغير جدا على الكتاب الاصفر اللي هناك ده. الحاجة القوية كمان ان الكاميرا دي فيها نفس امكانيات الكاميرا الاساسية، يعني فيها تثبيت بصري زي الكاميرا الاساسية، وبتقدر تصور بيها بخاصية العزل برضو زي الكاميرا الاساسية، والوضع الليلي بيشتغل معاها لو بتصور في اضاءة ضعيفة زي الكاميرا الاساسية. اما اللي بيكمل الامكانيات اللي معاك وانت بتصور هي الكاميرا العريضة او الوايد انجل، واللي بتديك زاوية اوسع وبعد اكبر علشان يبقى معاك 3 ابعاد مختلفة للتصوير. دقتها 8 ميجا بكسل وتفاصيلها اقل شوية من الكاميرتين الاساسيتين، ولكن برضو الوضع الليلي شغال معاها وبيفرق كتير لو بتصور في اضاءة ضعيفة. اللي عجبني كمان في الكاميرات هو تطوير كاميرا السيلفي واللي دقتها 32 ميجا بكسل، واللي اخيرا بقت بتدي الوان حلوة ومشبعة ومش بهتانة زي الاصدارات اللي فاتت. والفرق واضح قدامنا ما بين كاميرا 11 و12 برو بلس، مع الحفاظ على زاوية التصوير الواسعة جدا واللي بتحسسك انها كاميرا عريضة او وايد انجل. الوضع الليلي شغال معاها لكن مش بيعمل فرق كبير في الاضاءة لما بتصور في اضاءة ضعيفة.
النسخة البرو بقى فيها نفس السيت اب الكاميرات بالظبط، اللي بيختلف ان كاميرا البيريسكوب دقتها 32 بدل 64 ميجا بكسل وبتعمل زوم بصري 2x بدل 3x، وكاميرا السيلفي دقتها 16 بدل 32 ميجا بكسل. ولكن علشان نكمل ميزة الكاميرات والتصوير لازم نشوف امكانيات تصوير الفيديو القوية اللي بيقدمها لك ريلمي 12 برو بلس. ده تصوير فيديو بموبايل ريلمي 12 برو بلس. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية لحد دقة 4K على 30 فريم، وبالكاميرا الاماميه لحد دقه فول HD على 60 فريم. احنا دلوقتي بنصور على دقه ال 4K، وفي حاجه بخصوص التثبيت البصري في الكاميرتين، خليك معايا للاخر علشان هنتكلم عنها. طبعا مش محتاجين نقول ان خاصيه الدول فيديو موجوده، وان هو يصور بالكاميرا الخلفيه والاماميه في نفس الوقت زي ما احنا شايفين. وطبعا في اوبشن كتير ان انت تصور، زي انك تخلي كاميرا السيلفي في جزء صغير على الشاشه وانت اللي بتتحكم في مكانه. وضع البرو موجود هنا في تصوير الفيديو كمان، ولكن فاصلينه لوحده بالنسبه للفيديو ومسميينه موفي. والجامد هنا ان الثلاث كاميرات شغالين معاه. احنا دلوقتي على الكاميرا العريضه او الوايد انجل، كده هننقل على الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه كمان كاميرا البيريسكوب او التليفوتو بدقه 64 ميجا بكسل. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض رابع ميزة قوية في الموبايل، وهي الشاشة. من حيث الإمكانيات الشاشة ما فيهاش جديد عن الإصدارات اللي فاتت. حجمها 6.7 بوصة ونوعها أموليد، دقتها فول HD وترددها 120 هرتز. ومش معنى إنها ما فيهاش جديد إن دي حاجة وحشة، لا إطلاقا. طالما الشاشة ناجحة وبتعجب أي حد يستخدم الموبايل يبقى ما فيش داعي لتغييرها. الشاشة بتدي تفاصيل كتير وتشبع ألوان ممتاز مع دعم الخاصية ال HDR10. سواء بتتصفح أو بتتفرج على فيديوهات أو بتلعب جيمز، الشاشة هتعجبك جدا. شدة الإضاءة هي نفسها 950 نتس، 50% منها هتكون كافية بالنسبة لك في معظم الظروف. التردد ال 120 هرتز هنا واضح جدا سواء في التصفح أو جوه التطبيقات، وفي وضع بيظبط لك التردد بشكل تلقائي علشان يوازن مع استهلاك البطارية. وطبعا لأن الشاشة من نوع أموليد هتلاقي خاصية الأولويز أون ديسبلاي، واللي فيها أشكال تفاعلية قوية من واجهة ريلمي. الشاشة من الحاجات اللي هتعجبك في الموبايل، وهي نفسها شاشة النسخة البرو بكل مواصفاتها. وبما اننا اتكلمنا عن الشاشة، يبقى لازم نخلي رابع ميزة قوية تكون البصمة. الموبايل جاي ببصمة مدمجة في الشاشة، وخلاص بقى معروف ان ريلمي بتقدم واحدة من افضل بصمات الشاشة. البصمة سريعة جدا كالعادة ومش بتاخد وقت، قليل لما هتغلط في قراية صباعك، وممكن تعتمد عليها بشكل اساسي. كده وصلنا لخامس ميزة قوية في الموبايل، وهي الأداء العام وتجربة الجيمز. ريلمي 12 برو بلس المرة دي جاي بمعالج من كوالكوم، وهو سناب دراجون 7S الجيل الثاني، على عكس الإصدارات اللي فاتت واللي كانت جاية بمعالجات من ميديا تك. لو عايز تقارنه بحاجة فهو نفس القوة أو بيزيد حاجة بسيطة جدا عن نفس معالجات الفئة السعرية دي، زي سناب 778G ودايمنستي 1080 و7050 وغيرهم. وده واضح في تقييم الموبايل على تطبيق أنتوتو، واللي بيزيد حاجة بسيطة جدا عن ال 11 برو بلس. فنقدر نقول انه معالج قوي في السعر ده. ولكن الاهم من التقييم هي التجربة الفعلية للأداء. الموبايل سريع في التصفح وفتح التطبيقات، وهيريحك جدا في الاستخدام اليومي. وانا بحب واجهة ريلمي لانها تعتبر من الواجهات الخفيفة واللي بتساعد المعالج انه يديك اداء سريع. ده غير ان ال 12 جيجا رام بيخليك تاخد راحتك في انك تسيب تطبيقات كتير مفتوحة في الخلفية. اما بالنسبة لتجربة اللعب بقى، فهي النقطة الاقوى في جزئية الاداء، وده لان المعالج بيشغل الالعاب على اعدادات جرافيك حلوة جدا واعلى من الاصدار السابق. PUBG مثلا شغالة على اكستريم فريم او 60 فريم ريت و HDR جرافيك، واداء اللعبة ممتاز على الموبايل وبتشتغل بسلاسة ما فيهاش اي مشكلة. كذلك برضو لعبة زي كول اوف ديوتي شغالة على ماكس فريم ريت، وتجربة اللعبة عموما قوية مع شاشة كبيرة وبالمواصفات دي. وما حسيتش في الموبايل بالسخونة اللي حسيتها في ال 11 برو بلس اثناء اللعب. فتجربة الاداء واللعب على الموبايل مريحة جدا. اما النسخة البرو فبتيجي بمعالج من كوالكوم برضو، وهو سناب دراجون 6 الجيل الاول، وده تقريبا في نفس قوة معالج البرو بلس او يقل حاجة بسيطة جدا. ولكن زي ما قلنا النسخة البرو بتيجي بحجم رامات 8 جيجا فقط. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي الصوت والبطارية وتجربة المكالمات وغيرهم. بس قبل ما نبدأ فيها عايز أفكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لأنه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين أو اشترك.
تعالوا نشوف اولا التجربه الصوتيه وهنبداها بالسبيكر. الموبايل طبعا جاي بسبيكر ستيريو، الصوت بيطلع من السماعه السفليه وسماعه المكالمات في نفس الوقت. توزيع الصوت ما بين السماعتين كويس جدا، وجوده الصوت ودرجه العلو ممكن نديها 9 من 10، وده علشان صوت السبيكر في موبايلات ريلمي بيبقى رفيع شويه او البيز فيه مش واخده حقها. اما بالنسبه لسماعه الهاند فري فالصوت فيها عالي وجودته كويسه جدا، وخاصيه الدولبي اتموس موجوده وبتشتغل مع الهاند فري لكن مش بتشتغل مع السبيكر. وبمناسبه الصوت عايز اقول لك ان ريلمي محتفظه بنفس موتور الفايبريشن اللي كان في 10 و11 برو بلس، وفعلا طريقه الاهتزاز او الهابتك فيدباك بتاعته شغاله بطريقه سمارت وهتعجبك جدا. تعالوا بقى نشوف حاجه حصل فيها تطوير وهي استهلاك البطاريه. الموبايل جاي ببطاريه 5000 ملي امبير، استهلاكها بقى افضل من ال11 برو بلس اكيد بسبب المعالج الجديد. باستخدام تقيل وعلى تردد شاشه عالي الموبايل قعد معايا يومين كاملين على شحنه واحده بمعدل حوالي 7 ساعات شاشه مفتوحه. اما بخصوص قدره الشحن فريلمي اختارت انها تديك تصميم وكاميرات احلى وتقلل شويه قدره الشحن عن الاصدار اللي فات واللي كانت 100 واط، القدره هنا 67 واط. زمن الشحن كويس وزي معظم موبايلات نفس الفئه السعريه حوالي 40 دقيقه. نيجي بقى لحاجة عجبتني وهي تجربة إجراء المكالمات. الحقيقة التجربة كلها قوية، من أول قوة الشبكة والموبايل شغال لحد 5G. صوت سماعة المكالمات عالي وواضح جدا، ده غير إن مايك الضوضاء موجود واللي بيحسن الصوت لو بتتكلم في مكان دوشة، وخاصية تسجيل المكالمات كمان موجودة ولكن بيتم إبلاغ الطرف التاني. كل ده جميل طبعا، لكن النقطة الأقوى هي وجود مستشعر تقارب حقيقي في الموبايل كعادة ريلمي، وده مخلي أداء الاستشعار ممتاز، والشاشة هتفضل مقفولة طول ما الموبايل على ودنك. اما بالنسبه للواي فاي فالموبايل شغال بنظام واي فاي 6، اداء النت بيبقى مستقر وما قابلتش فيه اي مشكله، والموبايل بيلقط من على مسافات كويسه جدا. كمان الموبايل بيدعم وجود خاصيه ال NFC وده شيء متوقع طبعا. كده خلصنا التجربه، ودلوقتي بقى هقولك على 5 عيوب موجوده في ريلمي 12 برو بلس. اول عيب في الموبايل بخصوص المثبت البصري، وهو انه مش شغال مع تصوير الفيديو، شغال مع الصور الثابته فقط زي ال11 برو بلس. التثبيت في تصوير الفيديو تثبيت الكتروني وشغال لحد الفول HD فقط، مش شغال مع ال4K. اما العيب التاني في الموبايل هو انه بيدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65 فقط، هو اقوى من المعيار اللي كان في 11 برو بلس، ولكنه برضه مش بيضمن سلامة الموبايل لو وقع منك في المية، في حين وجود موبايلات تانية في نفس السعر بتدعم معيار IP67. بقية العيوب هتفرق مع بعض الناس. العيب الثالث هو ان الموبايل لا يدعم وجود مخرج سماعة 3.5 مللي، وبيدعم تشغيل سماعة الهاند فري عن طريق مخرج التايب سي. والعيب الرابع انك ما ينفعش تركب كارت ميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. والعيب الاخير هو ان الموبايل ما فيهوش راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. بس كده، دي كانت تجربتنا لريلمي 12 برو بلس. ما تنساش تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون، وطبعا ما تنساش تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.